السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتكلم اليوم عن أهم الأسباب لعدم فقس البيض. السبب الأول الجنس، أي اختيارك لأنثيين بدل ذكر وأنثى. هون بهاي المسألة راح تلاقي إنه في بيض بالعش، لأن الأنثى ممكن تبيض بدون تلقيح، وطبعا بيكون البيض فاضي أو بيكون غير مخصب، وقد تجد بالعش عدد مضاعف من البيض. وهاي المسألة بتصير أكثر شيء بالأنواع اللي يتشابه فيها الذكر والأنثى، مثل الكروان اللاتينو أو الكروان الألبينو، أو كمان مسألة كمان تتشابه بقوة في البادجي أو العواشي. في بعض الأنواع بيضطروا المربين لأخذ عينات من DNA للتمييز بين الذكر والأنثى، وخصوصا في أنواع البغاوات الكبيرة. المسألة الثانية هي موضوع الفاش. أخواتي، الفاش يتوضع في الشقوق الموجودة في الأعشاش، إن كانت خشبية أو إن كانت أعشاش التي يتكاثر بها الكناري أو طيور الجنة، فهي تحتوي على مسامات وشقوق تكون مرتعا للفاش، وتعتبر اللبادة أو القطعة الصوفية التي توضع للكناري مرتع ممتاز لنمو وتكاثر الفاش أو الهدب، أو مثل ما بنسميه نحن الحماصني الناموس. المسألة الثالثة هي أن يكون أحد الأزواج أو الزوجين يحملان المرض. حمل المرض هو يكون غير ظاهر على الطير ومتعامل معه، وينتقل من أحد الأزواج أو الزوجين إلى البيضة، ومن ثم يموت الفرخ داخل البيضة. المسألة الرابعة أن أكون قد اخترت ذكرا صغيرا، يعني بصير في تلقيح لكن لا يوجد، يكون البيض غير مخصب. المسألة الخامسة عدم وجود عند الزوجين خبرة كافية، لأنهما مثلا أول بطن أو أول تم بفأسوا فيه أو أول تم بإنتجوا، ما عندهم خبرة كافية. كمان ممكن يطلع البيض فاضي بسبب هجران البيض لمدة طويلة. السبب السادس الأنثى الحنوني. موضوع حضانة البيض مثل ما يكون له حرارة معينة، يجب أن يكون له حرارة معينة. ما بصير الحرارة تكون عالية كثير ولا بصير الحرارة تكون واطية كثير، يعني اثنين بضروا. لما بيكون تم الأنثى قاعدة على البيض والبيض ما بيتهوى وما بتتركه، راح ترتفع حرارته، كمان راح يعطل وراح يموت الصوص قلب البيضة. موضوع كمان كثير مهم هو موضوع التغذية. أنا أخواتي ما يمشي الحال ربي طيور على نوع واحد من الأكل، نوع واحد من البذور، وما أعطي غير بذور، أقول بدي أروح أنتج طيور بهي يعني مثل ما بيقولوا يعني من العدم. أعطائك لطيورك نوع واحد من البذور بدون أنواع أخرى. هلا المفروض أنت كمربي على طول يكون عندك تقدم 3 أو 4 أنواع من البذور. مثلا بالنسبة للكروانات تكون تقدم بريئة، تكون تقدم دخن أساسي، تكون تقدم مثلا ولو مرة بالأسبوع
بذور عباد الشمس، أو مثل ما بنسميها ميال، بذور ميال. بتكون تقدم خلطة الكناري، هي فيها مجموعة كبيرة من البذور، مثل مثلا بذور الكتان وبذور الفجل. وعندك كمان المفروض يكون تقديم مرتين بالأسبوع خضروات متنوعة، كل مرة نوع. عندك الخس، عندك الملفوف، عندك الجرجير، عندك البقلي، وإلى آخره، طبعا باستثناء البقدونس. كمان تقديم الفواكه كمان مرتين بالأسبوع. كمان المفروض أنا أقدم فيتامينات بشكل دوري، كل 15 يوم مرتين مثلا، أو كل 10 أيام. كمان هذا أمر مهم. كمان من الأمور المهمة، خلينا نفوتها بالتغذية، أنا يفضل عند أول بيضة كون مبلش أعطي طيوري فيتامين هي، حتى أضمن تخصيب جيد من الذكر ومن الأنثى. فيتامين هي بأول نسبة التخصيب بنسبة كبيرة. وكل شيء بقول لك إنه أنا ما بعطي فيتامينات وأنا بس على الطبيعي، قل له سكر الباب. أخي ما بظن في مرض ما بيعطي فيتامينات. أنت بالطبيعة شو بياكل الطير ما فينك تعرف. هلا في أبحاث جديدة هلا بتركيب كاميرات على ظهر الطيور. اخوات العصافير الصغيرة مثلا، اغلب عصافير الزينة هي صغيرة. هذا الامر لساته صعب كثير، حتى تحديد وين عم ياكل وهاي الاكل شو هي ووين موجودة. والطيور كل موسم بالطبيعة الى نوع اكل معين، حتى يقال ان تستطيع في حل الامراض اختيار اعشاب معينة لشفائها. موضوع الثامن هي موضوع الإضاءة الليلية. المفروض بالليل يكون عند الطيور مثل ما بنسميه نحن هون لد صغير. في عنا طبعا نحن الحمد لله رب العالمين عايشين على البطاريات. المهم انه يكون في لد صغير مثل النواس ما بنسميها، لحتى اذا الطير خاف ترك العش يكون في ضوء لحتى يعرف يرجع. اذا ما في ضوء ما راح يعرف يرجع. الموضوع التاسع هو موضوع أنا طيورة فايتة بمرحلة القلش أو غيار الريش أو تبديل الريش، وخليها تتكاثر وتبيض. احتمال كبير كثير إنه يطلع البيض فاضي. هاي أهم الأسباب لعدم تفقيس البيض. أتمنى لكم السلامة ولطيوركم. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك وتحطوا لايك، تدعمونا بتعليق حلو، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أخوكم أبو النور من حمص. دمتم بخير أنتم وطيوركم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.